السلام عليكم. اللي ما ينجحلهاش الوصفه تاع المعارك ولا المحاجب تبع هذا لا فيديو، راح نوريها لكم بابسط طريقه. مع العلم عندي عامين ما جربتهاش، راحت لي كامل لاما، وهذه المره راح نجربها معكم لاول مره على المباشر وتشوفوا معايا كيفاش خرجت لي. بسم الله. هنايا في جفنه ندير 3 كيلو تاع سميد رطب نكون صيرته. في كل كيلو ندير شويه تاع الملح ونزيد كيلو ماشي معمره تاع الفارينه. نخلط النواشف، من بعد نزيد 2 كيلاس تاع ماء دافي ونلم العجينه تاعي. نلمها فقط ما نعجنهاش. مور ما يولي القوام تاعها بها هكايا يتلاصق شويه في اليدين، نجيب ساشي ونديرها لداخل ونخليها تريح قد ما نقدر. بيتوها هنا بعد ما جست لي ساعه هكاك ولات لي بهذا القوام. رحت حطيتها في البيتخان باش تتعجن لي، واللي يقدر يعجن وحده يعجن. وزدت لها شويه تاع الماء دافي، قيس واحد الربع، نقدرش نمثل لكم الكيل اكزاكت. هذه العمليه اللي راني ندير فيها مهمه باش العجينه ما تلصق لكمش كي ديروا هكذايا. في اي عجينه ماشي غير العجينه تاع المعارك، كي تعجنت زدت لها شويه تاع الزيت باش تدي طاشه من الغيسيبيون تاع البيتخا، ومن بعد ولات لي بهذا القوام. شوفوا التنبال، هذه معناتها العمليه تاع العجين راهي نجحت، هي تعجنت درت حقها في العجين. ندهن يدي بالزيت ونبدا نقرص فيها كويرات صغار. كي نكمل نحطها في سنيوه نكون دهنتها بزيت باش ما تلصقليش الكويرات تاع المعارك. نحط هذه الكويرات من بعد نطليهم من الفوق بالزيت ونغطيهم بالفيلم اليمونتير. هنا بعد ما ارتاحوا لي واحد الساعه هكذاك جبت بابي كويسون، راح يساعدكم بزاف في الخدمه سورتو المبتدئات. نبدا نحل، ندير شويه زيت ونبدا نحل في العجينه. شوفوا كيفاش راهي الاستيك. نحط الحشوه تاعي اللي درتها معكم من قبل تاع محجب سبيسيال. في هذا الوقت نكون حطيت الطاجين تاعي يسخن، لازم يسخن. هنا كي طويت المحجوبه تاعي ندهنها شويه بالزيت من الفوق ومن بعد نحطها في الطاجين. هنا شوفوا التنبال، وهنا راهي وجدت لي وبصحتكم. حبيتوا الوصفه تاع لافارس تاع المحجب سبيسيال، راني حطيتها ديجا في القناه، جات لي نتيجه مرضيه، خرج لي كيما حبيت. دونك الا حبيتوا تسيوه غير سيوه المبتدئات على ضمانتي ان شاء الله. واللي عندهم خبره في المحاجب والمعارك قولوا لي الطريقه تاعي مليحه ولا لا.